الزمالك وانا ما عرفتش اجيبها الاهلي وزعلت عليها. يجي ايمن حفني تاريخ مع الزمالك، شخصيه كانت مؤثره في كل البطولات اللي احرزها الزمالك من 2014 وقت دخول ايمن حفني ل 2019 وقت ما مشي ايمن حفني، واخر بطولاته كانت مع الزمالك وهي الكونفدراليه الافريقيه تحت قياده كريستيان جروس المدرب السويسري. ايمن حفني مين ينساله الاسيست الشهير اللي امام الوداد المغربي في نصف نهائي بطوله افريقيا 2016 لما الزمالك خسران 5-1 وكله قال خلاص الزمالك بره البطوله، بشخصيه عظيمه وتركيز عظيم جدا. ايمن حفني يصنع هدف لستانلي يقدر بيه ستانلي يرجع الزمالك ويفوز الزمالك بالمباراه دي بمجموع المباراتين امام الوداد المغربي قبل ما يخسر في النهائي من صن داونز بمجموع المباراتين 3-1. لعيب اسطوري في تاريخ الكره المصريه. للاسف الظروف دايما كانت ضد ايمن حفني ان احنا نستمتع بايمن حفني وان احنا نشوف مسيره عظيمه كان يستحقها ايمن حفني، وده برضو اثر عليه انه ما كانش ليه مشاركات دوليه كتير، هو فقط لعب مع منتخب مصر 3 مباريات. لعيب اسطوري ولكن الحظ والظروف ما كانوش مساعدينه نهائيا، وعشان كده ايمن حفني ارقامه ممكن مش الارقام اللي انت هتفتكروا بيها بعد سنين، ولكن يظل ايمن حفني واحد من اهم 20 لعيب مثلوا او لبسوا تيشيرت الزمالك اخر 20 سنه. ومين ينسى ان زي ما قلنا هو اللعيب الوحيد في مصر اللي صورته اتحطت على شعار مصر المقاصه قبل تغييره.